السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. اليوم عندنا الفيديو ديال نوريكم كيفاش الطريقه اسهل واحسن طريقه باش تحتفظوا بالخرشوف. كنحتاج هكا الخرشوف، من بعد ما كنقيه مزيان من دوك الخيوط اللي تيكونوا فيه وكنقطعو. في الاول قطوه في الخل حتى تغسل مزيان، ولا كانت فيه شي حاجه كتعقم. من بعد كنغسلو مزيان وكنقدو هكا في الحامض. غنحتاج هنا الملحه الحيه اللي تتكون خشنه، الا كانت متوفره عندكم تيكون احسن وكتجي الوصفه انجح. اللي يكون الاحسن يكون هكا الحبات ديالها كبر. وغادي نحتاج هنايا القراعي ديال الدجاج اللي تيكونوا محقمين ومغسولين مزيان، واهم انهم كيتسدوا مزيان ما كيتنفسوش. وكنحتاج هنا الماء اللي تيكون ديال القله غيكون احسن. صافي كناخذ هنايا، الا ما كانش متوفر ماشي مشكل تستعملوا الماء ديال الروبيني، الماء عادي. صافي هنايا كناخذ هنايا القريعات ديالي كنعمرهم هكا بداك الخرشوف كامل. صافي من بعد كنزيد عليهم الماء، كنعمر القرعه ديالي. مهم جدا انكم تخليو شويه من الفوق، بحال هكا نتوما عمرتها بزاف راه مازال. غادي نزيد نقص من كميه ديال الماء، ونقص من كميه ديال الخرشوف. نحيد هكا حبه وحده ونقص شويه الماء باش كنخلي واحد شويه باش كتنفس، ما كنعمرهاش حتى الماء عفوا حتى الفوق. هنا كنزيد تقريبا شويه ديال الملحه، ما كنكثرش باش ما يجينيش الخرشوف ديالي مالح. كنزيد تقريبا واحد راس المعلقه كافي جدا. صافي هنايا نفس الطريقه كنعاود نعمر القرعه ديالي عاوتاني بنفس الطريقه، ما كندير معاه لا طريفات الحامض لا حتى حاجه، فقط كنعمرها بالماء والخرشوف والملحه. وهنايا في الاخير هانتوما بالنسبه للملحه كندير تقريبا نص معلقه ما كاملهش، 4 معالق ديال الملحه. غادي نزيد واحد الملعقه صغيره ديال زيت الزيتون من الفوق. بالنسبه لهاد زيت الزيتون فهي اللي كتحافظ لنا على الخرشوف ديالنا باش ما يخسرش وباش يبقى لنا زوين طري. بالنسبه لهاد الطريقه ممكن انكم تحتفظوا بهاد القريعات لمده سنه والاكثر بلا الثلاجه، كديروها غير هكا في شي بلاصه مظلمه، فما كيوقع حتى شي حاجه لهاد الخرشوف، كيبقى عندكم مده طويله بزاف. بالنسبه لدابا هو الوقت ديال الخرشوف من الاحسن اننا نستعملوه ونستغلوه بحال هكا، ونبقاو محافظين عليه بطريقه صحيه هكا، كيحافظ بجميع الفوائد ديالو، والجسم ديالنا كيستافد منه مزيان. كما شفتوا من قبل ملي كنعمر دوك القرعي كنحاول انني نحركهم باش ديك الملحه وداك الزيت كيتحرك ليا مزيان هكا في القرعه. صافي كنكمل بنفس الطريقه. بالنسبه للخرشوف فما كيصبرش هو في الفريكو، ما كيصبرش في الثلاجه. الاحسن نديروا هاد الطريقه، هذه الطريقه زوينه بزاف تقليديه، وفي نفس الوقت كتحافظ عليه باش ما كتوقع عليه حتى شي حاجه، وكيبقى طري وجميل ومفيد ما تيكحل ما والو. صافي كنكمل بهذه الطريقه. نتوما كتشوفوا ديك الطريقه اللي كندير القرعه باش دوك المكونات كاملين اللي درت كيتجانسوا. هنا واحد القريعه صغيره، ولكن من الاحسن يكونوا القراعي بحال هذوك اللي استعملت قبل، هذوك تيتسدوا مزيان. بالنسبه لهاد القرعه فما كتسدش بحال كتسد مزيان، ولكن ماشي بحال الاخرين ما كيتنفسوش نهائيا. فانا من بعد ما استعملته بديت بهذيك القرعه اللي ما كتسدش مزيان بحال هادو. هانتوما هنا درتهم في الكوكوط وعمرت ثلثين ديال القراعي بالماء بارد عادي، درتهم في الطنجره ديال الضغط. الا كانت ما كانش تقدروا تستعملوا غير اي طنجره ماشي مشكل، واخا ما تسدوش عليه. وكنخليها كيطيب واحد ساعه المكانه على نار انها تكون مهيله. صافي هنايا من بعد ما وجد ليا الخرشوف ديالي كيجي هكا على هذا الشكل. بالنسبه للكوكوط كنسد عليها وكندير لها الصفاره، الا سديت عليها كنخليها تقريبا 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. الا ما سديتش عليها فكنخليها ساعه ولا ساعه وربع كافيه جدا. وما كنحلش عليها في ديك الساعه، كنخليها مثلا صايبتها بالليل كنخليها تبات حتى الصباح
عاد كنحيدهم من داك الماء، عاد كنحل الكوكوط وكنحيد القرع ديالي في الماء صافي، كنحتفظ به بشي مكان هكا تحت، مثلا تحت البوطاجي ولا هذا، فكيبقى لينا لمده طويله بزاف، وكيجينا زوين وفي الطياب كيجي واعر. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.